المجتمع وكنفتحوا على منخرطين جداد وعلى اتحاديين واتحاديات جداد. اذا في هذه القاعه انا تنشوف وجوه اللي كنت ما عمرني ما شفتها، بمعنى ان هاد الناس جاوا وبغاو يعرفوا. وبالطبع انا غادي نوضع سؤال اللي هاد الناس كيوضعوه لينا حنا كمناضلين ومناضلات. قال الاخ الشامي على ان شنو هما الحلول اللي عطاوها للحكومه. يعني الحلول فيما يخص صندوق المقاصه وصندوق التقاعد، حنا تحملنا الحقيبه ديال وزاره الماليه مده طويله. شنو حنا عطينا، شنو هما الحلول اللي عطينا للناس؟ تيقولوا لك شنو نتوما درتيو. il faut répondre. Il faut répondre parce que ces gens-là quand on les approche وتنقولوا لهم تيقول لك اودي وانتم براسكم كنتيو شنو درتيو. العدل يعني الاصلاح القضائي شنو حنا درنا فيه؟ حنا كنا فيه تحملنا المسؤوليه. اذا خصنا بعدا نجاوبوا هاد الناس ونقولوا لهم كاين معطلين ومعطلات. يعني ماشي غير دابا راهم تيديروا لو سيتي، راه حتى ملي كنا حنا في الحكومه. اذا داكشي السامر ربما تفاقم، سا سي فري، مي il faut qu'on soit honnête. نقولوا للناس شنو هذا. كاين نقابيين كذلك، كاين الحوار الاجتماعي حقيقه دابا اوقف، ولكن حتى حنا ملي كنا محملين يعني المسؤوليه ديال الوزاره ديال التشغيل حتى حنا كان عندنا مشاكل. فبالتالي خصنا نديروا انتقاد ذاتي لنا ونقولوا حنا شنو نجزنا وشنو ما نجزناش وعلاش ما نجزناش. ما نقولوش حنا التماسيح والعفاريت بطبيعه الحال عندنا لغه اخرى، ولكن على الاقل نوظفوا واحد الخطاب يكون اسمحوا لي انا الا قلت هذه المساله هذه، وهي ان ديسكور دو بروكسيميتي، جو با كومون لو دير، ولكن باسكو القرب، لان حنا نبقاو نجيبوا داك الخطابات اللي ولا كلشي كياخذ نفس الخطاب كوبي كولي. معروفه دابا الانترنت موجود، تاخذوا الخطابات ديال الاتحاد الاشتراكي اللي كان شحال هذه تيوظفوا العداله والتنميه والاصاله والمعاصره والاحرى وكذا. فنتخلاو على هذا الخطاب. انا هذه هي ما يعني ما كونفيكسيون. نهضروا مع الناس يعني بالواقع ديالهم. المعطلين هاش كاين وهاش كاين وهاش كاين، النقابيين هاش كاين، العمال لي زونتربريز ايتترا ايتترا. حنا اون بارل توجور ان جينيرال. فوالا جو ريميرسي. تجيبها فاتحه ومراد الاخ الزرق. عليكم تحيه اخوان الاخوات. الكلمه ديالي اليوم بغيت اولا نوجه تحيه طبعا لينا جميع، حنا تيار ديال الديمقراطيه والانفتاح. ملاحظه الاولى هي ماشي انتقاد ولكن هي ملاحظه. التيار ديال الديمقراطيه والانفتاح في مدينه الرباط اللي هي مدينه ديال النساء ورجال الاتحاد الاشتراكي كان خص تكون في اللجنه المنظمه، كان خص تكون امراه اتحاديه، وما اكثرهن في اقليم وجهه الرباط. حنا دائما كنا الاخ الشامي ماشي غضبنا من الحزب، فرغنا المقرات، ولكن بقينا كنساء ديال الاتحاد الاشتراكي باسم التيار ديال الديمقراطيه والانفتاح. بقينا دائما حاملين الفكره الاتحاديه، ولكن داخل المقرات الحزبيه ما بقيناش كنوجدوا نفوسنا، ولينا كنوجدوا سلوكات تشين الى الاتحاد الاشتراكي، ولينا كنوجدوا التسويات اللي كدار على حساب مبادئ ديال الاتحاد الاشتراكي. هادشي هو اللي خلانا فرغنا المقرات ديال الاتحاد الاشتراكي، ولكن حنا دائما كنا وما نزال حاملات وحاملين الفكره الاتحاديه. هذا من جهه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه وهي كيف يمكن لتيارنا انه يعبر على مواقفه تجاه ما يقع في البلد او داخل الحزب. مثال على هذا التساؤل ديالي، علاش يعني شنو اللي خلاني نطرح التساؤل ديالي، هي أزمة كاينه في البلاد سياسيه او حكوميه او كذا. لاحظنا بانه المنبر الاعلامي ديالنا اللي هو الاتحاد الاشتراكي في الايام الاولى ديال انسحاب الحزب ديال الحليف ديال الحزب الحاكم، جريتنا حسينا بها وكانها تماهات مع الموقف اللي خدا داك الحزب. يعني حنا كتيار يعني موقفنا ما تمش التعبير عليه جماهيريا. اذا كيف يمكن انه من داخل منبرنا الاعلامي ان نعبروا على مواقفنا ايضا؟ ربما من بعد الموقف ديال الجريده خدا ان بو دو ريكول بوتيتر،
ولكن كان واحد الوقيته التماهي فوالا ولكن التماهي ايضا كيفاش يمكن نعبروا على واحد المجموعه ديال المواقف. الان كاين ائتلاف تيتعرض لواحد المجموعه الهزات، ائتلاف ولا تحالف كيتعرض للهزات. كيفاش يمكن نعبروا ايضا على مواقف تجاه الحزب الحاكم؟ علاش غنقول الحزب الحاكم؟ لانه يعني في التنصيب ديال هذه الحكومه هذه الفريق ديالنا الاشتراكي عبر في البرلمان على موقف يخالف ما نراه اليوم. الموقف اللي عبر عليه الحزب ان ذاك الفريق الاشتراكي هو انه حزبنا كفريق اشتراكي سوف يساند كل ما هو ايجابي في هذه الحكومه، وسوف طبعا يواجه كل ما هو سلبي. الان ولينا كنشوفوا واحد الموقف ديال القياده الحزبيه اللي كيتم التعبير عليه داخل جريدتنا هو موقف يعني يعارض كل ما كيجي من هذا. فسؤالي بالتحديد هو كيفاش يمكن نصرفوا مواقف ديال التيار جماهيريه ونعبروا عليها يعني في موقعنا الاعلامي سواء الالكتروني او الجريده الورقيه. شكرا. صورة ايت اخ الشاب ايت خويا. بسم الله الرحمن الرحيم. تيار الديمقراطيه والانفتاح علاماته تظهر هذا اليوم، لأننا عانينا ديمقراطيا وعانينا من الانغلاق. لأننا الآن كنشوف أن المناضلين والمناضلات يعبرون، ينتقدون، والأخ الشامي يسجل، يعني يأخذ بعين الاعتبار ما يقال، عوض أن نقولوا الدنيا مزيانه ومعنا اخطاء ووصلنا لمرحله النقد وكان عندها فيما بيننا والكل ينصت. هذا مؤشر الديمقراطيه التي هي دافع اساسي لخلق التيار. انما انا قبل ما نهضر هذا الانفعال او رده الفعل على القاع، ثم كذلك انفتاح. كاين بعض الاخوان اللي بغاو يشوفوا اش كاين في هذا، وهذه يعني تكون كشعار للتيار عنصر اساسي، لان كانت محاوله ديال الانفتاح وعقبوها نكونوا تعطبات وتغلقات ولم تنجح، وكان واحد العدد ديال الناس ينتظرون، ولكن ما آل اليه الحزب كيقولوا الحمد لله ما التحقناش شيء، لان هذا الشيء راه مرون باش نكونوا واضحين. فكره التيار، نرجع للموضوع. التيارات هي اصبحت سوسيولوجيا ظاهره وموجوده، ويتولاها السوسيولوجيا السياسيه بالدرس والتحليل. هذا يعني واقع. والتيار ليس موضوع ديال احكام القيمه، نجح في هذه التجربه او لم ينجح. السياسه لا ينظر اليها كواقع بهذا المنظار، جيد حسن متوسط ضعيف، والا الديمقراطيه عندما تطبق في دوله متخلفه حضاريا، لان كلمه متخلفه اصبحت تجاوزت، داروا لها واحد الصباغه، لا نقولوا متخلفه حضاريا وما استطاعت سير التاريخ والتطور التاريخي للانظمه السياسيه. الا فشلت الديمقراطيه في شي دوله في افريقيا نقولوا الديمقراطيه غير صالحه؟ لا، هذه هي. الا التيار فشل في شي تجارب شي حزب ولا جوج نقولوا راه ما كاينش التيار. هذا واحد. ثانيا انه التجربه ديال التيارات كاينه في الاحزاب الاشتراكيه في امريكا اللاتينيه، كاينه في اوروبا. احنا ناخذوا ونجحت، او هذا ما كنقولوش نجح وما نجحش في السياسه، كنقولوا في المواقف، كنقولوا في البرامج، كنقولوا في التصورات، كنقولوا في الاهداف. اما التيار كتيار ينظر اليه بهذا المنظار السخيف فلا. هذا التعميه وعدم التبرير بواقعيه لظاهره التيار. التيار في فرنسا في الحزب الاشتراكي الفرنسي مر بمراحل مختلفه، وكان متأثرا ومؤثرا في السياسه الفرنسيه. وفي فرنسا هذه المراحل اللي داز منها البارتي سوسياليست كلها كتعمل بتجاوب مع الواقع ومطابق للواقع السياسي في فرنسا. وكنعرفوا ان العلماء الفقهاء الدستوريين والسياسيين يعتبرون فرنسا مختبر التجارب السياسيه، هذا لانها حتى في النظام ديال السانكيام ريبوبليك ديال الجمهوريه الخامسه نموذج يصعب تصنيفه، هو نظام رئاسي او برلماني، وهو يسمى عند الدستوريين بالنظام المختلط، السيستم ميكست. فلذلك
ما هذه التعميات هذا هذه في اطار الشعبويه، في اطار دعايه مضاده ولكن ليست في المستوى. التيارات في الان التيار في الحزب الاشتراكي اسباني ووصل لنماذج متطوره. حنا ناخذ وقت فرنسا واسبانيا نهضر العلاقات اللي بيناتنا والتاثير فهذه كلها مغالطات. التيار هو مخرج اساسي لنشر الديمقراطيه ولتنظيم صراع فكري مبني على اسس وتصورات. التيار ليس ردة فعل ولكنه فعل ايجابي للخروج من الازمه التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي. التيار هو تمسكنا بانضمامنا للاتحاد الاشتراكي لانه ما هو تحد والسوار ديالو ما عند حد، عند المناضلين الصادقين، عند التاريخ الذي يحمله. اي وجود التيار الان هو فعل التاريخ. الان اجتمعت الظروف التي لا نستطيع ان نتحكم فيها. نظرا لماذا هو التيار بعد اولا هذه سابقه في تاريخ الاحزاب السياسيه في المغرب، وانه اذا نجح فيها وسينجح لانه كاين صدق وكاين اراده وكاين مبادئ. لما كيقول الاخ زيدي في العريش لن نتراجع عن مواقفنا ولو على جثتنا، هذا يعبر على انه هناك مبادئ وهناك قيم وهناك الدفاع عن قضيه وعن اطروحه محدده. فنحن جميعا على جثتنا نتمسك بمبادئنا وبقيمنا. اسمحي لي نطول. نعود إلى أننا ندعي الديمقراطية وندافع عن الديمقراطية، ولا يمكن أن يخلق التيار هكذا. لماذا؟ لأنه لولا أن هناك تاريخ للاتحاد الاشتراكي ولولا أن هناك رموز ناضلوا بحياتهم ونضحوا وبحرياتهم، يقال إن الديمقراطية نحن ندافع عن الديمقراطية ولكن نفقدها داخليا. ليس هناك تدبير للخلاف. لو كان هناك تدبير للخلاف منظم لما كان هناك حاجة لخلق تيار أو جوج، ولكن التاريخ فرض هذا لأن السياق التاريخي الآن وفر ظروف. هو دابا التيار هو فرزه الواقع. لولا تاريخنا ومناضلونا الذين رسموا هذه التوجهات. والله يخليكم الديمقراطية كما قلتها، الديمقراطية سلوك، الديمقراطية قناعات، الديمقراطية مبادئ، الديمقراطية منظومة متكاملة، وكذلك أدواتها التي هي الدستور. الدستور لا يمكن أن يطبق ديمقراطيا ولا يمكن أن يعطى تأويل نصوصه عند غير الديمقراطيين. وهذا اختيوني بالستة وهذا لا غير واحد دقيقة أنا صافي. شكرا الله يخليكم. التواصل أنا أبحث التواصل ديال التيار، وكذلك أن ننفتح على المناضلين الذين وإن اختلفت معهم في فكرهم أو في موقفهم ولكنهم يختلفون معك بمبادئهم. انفتحوا على الأسرة الاتحادية، على الأحزاب التي يجب أن تخاطبوها، على المناضلين الذين نحن الآن. شكرا إن أعطيت. أخ خويا وموراه الأخ خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية تحية نضالية لكل الإخوة والأخوات حزب الاتحاد الاشتراكي. المجد والخلود لكل شهداء الشعب المغربي وطبيعة الحال وعلى رأسهم شهداء حزب الاتحاد الاشتراكي. في بداية ضروري جدا جدا أن أشكر السكرتارية اللي تسهر على يعني العمل في إنتاج ولا في تأسيس تيار جديد اللي هو بطبيعة الحال لا يمكن أن نقول أنه تيار ديال الصدفة، وإنما تيار إفراز واقعي
الازمه اللي كيعيشها حزب الاتحاد الاشتراكي، الازمه الداخليه اللي ما كانش ديمقراطيه، ما كان انفتاح، ما كان بزاف ديال الحوايج. كذلك اريد ان اقول بان انطلاقا من التحليل الشخصي المتواضع ديالي، يمكن ان نقول بان التيار هو كذلك تجسيد فلسفه الجدل، على اعتبار انه من داخل ما يسمى بوحده وصراع المتناقضات، انه كاين وحده اللي هو حزب الاتحاد الاشتراكي، ولكن التناقض ضروري جدا، على اعتبار ان التناقض هو محرك التاريخ، والتيار الجديد اللي هو التيار الديمقراطي والانفتاح اكيد ثم اكيد غادي يعمل على البلوره ديال العمل الحزبي والعمل السياسي من داخل المجتمع المغربي. فقط لدي واحد الاشكاليه فيما يخص المؤتمر الثامن ديال الشبيبه الاتحاديه، وكنتمنى الاستاذ الشامي ولا الاستاذ الطيب انه يعطينا اجابه على هذا، انه تم اقصاء فيما يخص اللجان التحضيريه، تم اقصاء بعض الشباب. دونك هذا سي اون انتيروغاسيون، نتمنى الاستاذ انه يعطينا بعض الاجابات، وشكرا وتحيه. تحيه للاخوان في السكرتاريه الوطنيه على الصمود ديالهم وعلى الدعم اللي كيقدموه لنا حنا في الجهات وفي الاقاليم، على اعتبار اننا نرى مثل ديال الصمود من اجل نقولوا محاربه الفساد، محاربه العبث، محاربه الشعبويه، محاربه كل المظاهر اللي كتعيش منها الحياه السياسيه اليوم. لان انا كنعتبر تيار الديمقراطيه والانفتاح هو تلك الشمعه اللي كتضوي في حزب الاتحاد الاشتراكي، ودائما حزب الاتحاد الاشتراكي تيكون مثل الاحزاب السياسيه، فلا الاحزاب الاخرى ما كاينش فيها الناس الرافضين لهذا العبث اللي كتعيشوا الحياه السياسيه. فالاتحاد الاشتراكي فيه ناس اللي كيمثلهم ربما التيار الديمقراطي والانفتاح من اجل محاربه جميع ما يعيشه المشهد السياسي بالمغرب. النقطه الثانيه، اعتبر باننا نحن في التيار دائما منسجمين مع الاراء ديالنا، مع الافكار ديالنا، مع مجموعه ديال الاشياء اللي كنقوموا بها، لان الانفتاح نعم كنفتحوا نطاقات جديده للحزب الاتحاد الاشتراكي، هو حزب الاتحاد الاشتراكي ديال الجميع، ماشي حزب الاتحاد الاشتراكي ديال الناس اللي عندهم البطاقه او الناس المنخرطين فقط. انا غنأكد ما قالته الاخت، يجب ان نديروا واحد نقد ذاتي فيما قدمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه في التجارب السابقه، ونخاطبوا الناس بالوضوح، وهذا هو اللي كيعجبني انا في التيار وفي الزعامه ديال التيار وفي السكرتاريه الوطنيه ديال التيار، هو هذا التواصل اليومي مع المواطنين بشكل واضح. كنهضروا على السي الشامي، السي جمال الرماني، السي طيب منشيد، الاخ دومو، الاخوان، مجموعه ديال الاخوان، تنهضروا على ناس اللي كيتواصلوا يوميا وكانوا تجارب جيده وممتازه، وما عنديش الحق نقول هذه القضيه ديال ممتازه، ولكن كانوا ناس كيدوزوا على المواطنين، كان الناس كتستشعر الصدق ديالهم، كان الناس كتستشعر الاضافه ديالهم. حنا بغينا هاد الناس يكونوا، حنا بغينا نكونوا في تيار اللي كيعبر على المواطنين بشكل عام. حنا التيار ما بغيناش يكون فقط تيار داخل الاتحاد الاشتراكي من اجل حنا ردة فعل، ولكن ماشي ردة فعل ديال اكس ولا ايكغاك ولا الزعامه الحاليه وكذا، ردة فعل لما كيعيشوا الوضع السياسي بشكل عام. وشكرا. تحيه نضاليه للاخوات والاخوه. بدوري تنحيي الاخوان في السكرتاريه على هذا اللقاء، وبالنسبه للمداخله ديالي غنحاول نقسمها لشقين، شق سياسي وشق نقدي. بلا شك ان ملي تنتحدثوا على الاتحاد الاشتراكي ما تنتحدثوش على حزب اللي هو عادي، تنتحدثوا على مدرسه اتحاديه، على ناس راعي الاول اللي اسسوا لواحد الحزب حقيقي في البلاد، واللي عطاو من عمرهم ومن دمائهم. وهنا تنستحضروا الارواح ديال الشهداء ديال الحركه الاتحاديه. ملي قلت مدرسه هنا تنستحضر الشباب ديالي ملي كنت صغير،
كي كانت المقرات ديال الحزب لا في الرباط لا في غير الرباط انها تتعش بالاساتذه اللي تيأثروا الشباب واللي تيديروا عروض وتيحاولوا يشرحوا الخط السياسي للحزب والتاريخ الحزب وربما علاقات الحزب بالنقابي السياسي بالنقابي الى اخر ذلك. حاليا انا غنرجع للمداخله القيمه ديال الاخ طيب منشد، استاذ الطيب منشد، وتنحييه على يعني الصراحه ديالو في التحليل ديالو، اننا عشنا واحد المرحله ديال الفراغ خلال من المؤتمر الثامن للمؤتمر التاسع، كان فقط بحال شي دكاكين، يعني تدبير ديال الحملات الانتخابيه، ما بقاش الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي الحقيقي، وبالتالي حتى المكتب السياسي السابق تيتحمل واحد القسط من المسؤوليه. وحنا اعتبرنا في تحليلنا المتواضع ان افرازات والنتائج للمؤتمر التاسع هي انعكاس حقيقي ديال ديك الفراغ. ملي تمشي للمقر الحزبي ديال المركزي ديال الحزب تتلقى غير صوت واحد هو اللي تيقرر في جميع المشاكل. يعني هذه المساله ما عشنا قبل من المؤتمر مسائل خطيره وخطيره جدا. هنا تنحيي الاخت باهي لان سبقاتني، وحاليا تنعيشوا واحد الوضع تنظيمي خطير. في يعقوب منصور المقرات مسدوده وعيينا ما نهضروا على هادشي، يعني في جميع اللقاءات كنا تنهضروا على الوضع التنظيمي وكاننا تنطبلوا في الماء، لا حياه لمن تنادي. فبالنسبه للتدبير ديال